صباح الخير وصباح الورد وصباحكم كده معطر بذكر الرحمن والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. انا اختكم سبوحة ودي قناتي، فضلا طبعا منكم اللي لسه اول مرة يشوف القناة الاشتراك بتاعكم الجميل واللايك الحلو ووجودكم معايا ده شرف ليا. ربنا يكبر بخاطركم ويخليكم ليا ولا يحرمني من وجودكم ابدا ابدا. الفيديو بتاع النهاردة روتين أول الأسبوع، روتين أول الامتحانات، روتين النهاردة كده قلب الأم وهي مشغولة كده على أولادها في أيام الامتحانات. عايزة أقول لكم إن أنا أول ما صحيت بدأت كده يومي بدعاء كده الامتحان، تسهيل الأمور للأولاد، ودعاء كده صباحي والأذكار وقراية القرآن. وقعدت بقى أشوف ابني. عايزه اقول لكم ان هو ما نامش، والكركبه اللي فيها الصاله دي بسببه. اتفاجئت ان هو ما نامش مع ان انا قايله له ينام. حس ان هو قلقان ومش عارف ينام ومتوتر، فقعد بقى جاب الترابيزه بتاعه الصالون وجاب الكرسي وجاب الحاجه بتاعه المذاكره. كان عنده النهارده المفروض عربي ودين، هو لسه ما جاش. فربنا معاه. ابني تالتة اعدادي، انا خلصنا امتحانات اولى اعدادي وتالتة ابتدائي، خلصتهم يوم الاربع اللي فات. النهارده السبت اول الاسبوع، اول الامتحانات. ابني تالتة اعدادي طبعا في ناس بتخلص وبعدين ناس تبدأ وهكذا يعني. فالنهارده عندي ابني تالتة اعدادي اول يوم. فلقيته بقى قلقان وسهران وقعد بقى يذاكر ويراجع لحد ميعاد الامتحان. فربنا يستر وما ينامش بقى، مع ان انا قلت له ينام واتاكدت ان هو نام، وانا دخلت نمت وبعدين هو قلق وقام. ما جالوش نوم وقعد يذاكر. فالصبح بقى هديته واديته كوبايه اللبن وفطرته وخليته يقرا معايا دعاء تسهيل الامور وتسهيل الامتحانات عليهم ان شاء الله. ونزل وربنا معايا يا رب ومعاهم جميعا، ويفرحنا كده بولادنا ويفرحنا بنجاحهم ان شاء الله، ويجعل تعبهم بفايدة ويجعل تعبنا احنا كمان معاهم بفايدة. وبعد ما نزل بقى بدأت ان انا افتح بقى الفيديو معاكم واروق واشوف الدنيا فيها ايه. فطبعا زي ما شفنا الصالة كانت مكركبة جدا جدا. كان جايب الكرسي بتاع السفرة والترابيزة دي بتاعت الصالون، وحاطط حواليه بقى شوية المذاكرة. ده هو شال الورق وشال الحاجة كمان قبل ما يمشي. كان في كركبة اكتر من كده. وكان مطرح ما كنا قاعدين اصلا في الصالة بالليل المخدات وقعوا، والاولاد بقى كانوا مبهدلين الدنيا اصلا. فقلت اروق معاكم بقى الصالة وابدأ معاكم بيها وابدأ الفيديو بالصالة دي. فشلت زي ما شفنا كده الكرسي بتاع السفرة مكانه، ومسكت ترابيزة الصالون، غسلت الرخامة وسبتها تنشف وخدتها بقى على يعني خدتها كده على جنب، لان انا لسه هخش على الصالون وبعدين ابقى احط الترابيزة. وروقت الكنب بتاع الصالة ده ورتبته ونظمته ورجعت كل حاجة زي ما كانها. وبعدين مسكت الارض كنستها ولميت الزبالة ودخلت هنا بقى. قلت ايه اشوف الغسيل ده قبل ما انام كنت لماه ونشرت كمان غسيل. يعني حاليا في غسيل منشور لسه محتاج ان هو يتهوى كمان، لسه ما نشفش قوي. والغسيل ده لميته قبل ما انام، فلميت غسيل ونشرت غسيل. الغسيل المنشور لسه ما نشفش، وده الغسيل اللي كنت لماه قبل ما انام. قلت بقى اطبقه كمان معاكم. فعايزه اقول لكل انا عارفه ان انت الفتره دي مضغوطه نفسيا بسبب الامتحانات والمراجعات والدروس والمذاكره مع الاولاد، كاننا احنا اللي هنروح نمتحن. وده حقيقي احنا بنبقى قلقانين زينا زيهم بالظبط ويمكن اكتر. قلقانين عليهم لا يتوتروا، قلقانين الامتحان يجي صعب او لافف، رغم بيبقوا تعبانين في المذاكره بس ساعات الامتحان بيجي لافف شويه ومخ العيل برضو ما بيستوعبش ده. فربنا معاهم، فاحنا كمان بنبقى قلقانين وربنا ييسر لهم الحال يا رب. وعارفة ان كل الامهات الفترة دي يعني قلبها مشغول وعقلها مشغول وهي بتبقى مضغوطة. فربنا مع كل وربنا برضو مع كل لانه بيدفع فلوس المراجعات والسناتر والمدرسين، وحالتنا حال يعني الاب والام ربنا بجد معانا، والاولاد كمان ربنا معاهم وينجحهم ان شاء الله. هنا انا طبقت الغسيل معاكم، قفلت الكاميرا عشان اكمل باقي تطبيق الغسيل وخلصته وخدته بقى معاكم، شلته مكانه في الدولاب. وجبت بقى البطانية اللي احنا شفناها اول الفيديو، اللي هو كان ابني يعني
حس ان هو سقعان، فكان مخليها جنبه عشان لما يحس ان هو سقعان يدفي مثلا رجله او كده او يتغطى بيها. فحسيت ان الجو حلو والجو شمس، قلت بقى ايه اهوي البطانية عشان تتهوى وتتشمس، وافتح الشباك كده يهوي المكان ويغير النفس. بحب اهوي، بحب افتح الشبابيك، بحب لما يكون الشمس طالعة اهوي البطاطين. فهويت البطانية وطلعتها، وبعدين خليت كده المكان زي الفل، ودخلت بقى على الصالون. الصالون كده عزيز وغالي ومش كلنا بنقعد فيه، ومش يعني ما بيتبهدلش بسهولة، بياخد وقت. كل فين وفين لما بعمله، ممكن هو مرة في الأسبوع تنظيف عميق، ويوميا كده بروق من على الوش. النهاردة شلت السجادة خالص وكنست ونفضت السجادة. ده علشان انا اصلا زي ما قلت لكم في فيديو امبارح، انا ما عملتش روتين نهاية الاسبوع اللي هو التنظيفات العميقة في الشقة كلها، لاني اخر كام يوم في الاسبوع من يوم الاثنين تقريبا ما كنتش في البيت. فحسيت ان الشقة مش محتاجة مسيح، خصوصا ان احنا في الشتاء، ومش محتاجة تنظيفات عميقة، وانا متعودة ان انا اعملها اخر الاسبوع. فقلت خلاص هعمل معاكم روتينات يومية لحد بقى ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس هنمسك الشقة تنظيفات عميقة كده، ونخلي المكان بتاعنا زي الفل. فانا عشان ما كنستش ولا مسحت يوم الخميس، فحسيت ان المكان عايز يتكنس، وانا عشان مستعجلة جدا ومتوترة، وقاعدة بدعي لابني، وقاعدة اصلا متوترة عمالة اقول يا ترى الامتحان سهل ولا صعب، ولسه عندي شوية حاجات كتير عايزة تتعمل في البيت فمسحتش. فقلت خلاص انا مش همسح، انا بس هكنس وانفض السجادة. وبما ان الصالون نفسه نظيف ومترتب ومنظم، قلت خلاص اشيل السجادة انفضها من التراب اللي فيها او لو فيها زبالة، واكنس الارض وارجع السجادة على نظافة. والترابيزة زي ما شفنا غسلت الرخامة بتاعتها والمفرش نظيف. فبكده يعتبر عملت زي روتين يومي كده حلو لأوضة الصالون، وبرضو أوضة الصالون كده بقت زي الفل. ربنا يعيننا والله، احنا كأمهات بنتعب في تنظيف الشقة جدا، خصوصا لو بيت فيه أولاد. عارفة ان المكان يوميا بيتعمل، يوميا ايه ممكن يتعمل في اليوم مرة واتنين وتلاتة. فبجد ربنا يعيننا جميعا يا رب، ويقوينا ويدينا الصحة، ويسهل كده ويخفف علينا الأمور يوميا في البيت، يعني يجعلنا كده دايما نقول تحدي الكسل ومنفكرش في شغل البيت، لأن لو فكرنا فيها هنتعب وهنكسل. فنقوم كده من النوم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونتكل على الله ونشوف ايه اللي ورانا في البيت، ونتحدى الكسل ونبدأ شغل البيت وحياتنا اليومية. وربنا يديكم الصحة يا رب. هنا بقى أنا كنت دخلت على المطبخ اعذروني كل شوية اشرق او اكح، لان انا اصلا عندي دور برد حلو قوي، وصدري طبعا من كتر الكحة تعبان. فانا يعتبر خفيت شوية عن الاول، الحمد لله الكحة قلت، بس بتجيني زي شرقة كده، فاعذروني عفوا منكم. المهم ان احنا هنا في المطبخ ده عايزه اقول لكم عايز يتفور وعايز تنظيف عميق جدا جدا. فربنا يديني الصحه، والفتره اللي جايه اعمله معاكم واعمل فيديو معاكم تنظيف عميق للمطبخ. بس حاليا دلوقتي طبعا روتين يومي، انا لميت الكركبه ورتبت ونظمت الدنيا كده. البوتاجاز نظيف، بس شلت بقى شويه الاطباق والمعالق ولميت الكركبه اللي حواليا، وجمعت شويه المواعين، وقلت اغسل بقى معاكم المواعين. وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة انتهى. عملت معاكم اوضة الصالون سريعا كده، ومسكت الانتريه او الصالة خليتها زي الفل، لان هي فعلا كانت مكركبة جدا. وهويت معاكم البطانية كده وفتحت الشباك، ندي كده طاقة ايجابية للمكان. ودخلت على المطبخ رتبته كده سريعا، ولميت منه الكركبة والزبالة، وجمعت شوية المواعين وقلت اغسلها معاكم. فيا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون خفيف عليكم، ويا رب يسهل الامور وينجح اولادنا ويسهل الامتحانات عليهم، ويدينا تعبنا معاهم ويديهم تعبهم على نفسهم في المذاكرة، وربنا ينجحهم يا رب دايما ويوفقهم. وشكرا ليكم، وشكرا لوجودكم معايا، وشكرا للي اشترك معايا جديد، وشكرا للي موجود معايا من البداية. وما تنسوش بقى اختكم صبوحة في اللايك الحلو على الفيديو علشان اكبر عدد يشوفه ويتفضل يخش عندي القناة ينورني ويشرفني، لان فعلا وجودكم ده شرف ليا، بيخليني سعيدة ومبسوطة وفرحانة ان انا معايا اجمل ناس في الدنيا. فشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.